بكل يعني تواضع وصدق أنني أنا شخصيا، وأنا الأمين العام ديال هذا الإخوان إلى حين بطبيعة الحال، يعني هذه الندوة هذه كانت بالنسبة إلي متعة. أولا بعدا طويلة ساعتين، وعادة الناس ملي كتكون شي حاجة طويلة تيبداو يمشيو بحالهم، واش تكون باقيين جالسين. المهم أنا بعدا بقيت جالس ولكن في نفس الوقت ما شعرناش بالملل، تبعنا مع السي إدريس يعني خطوة خطوة ونقطة نقطة ورقم. وملي قرب يكمل ساعة صيفط له كنقول له السي إدريس ما عرفتش وصلت ولا لا، راك دابا غتكمل ساعة ما تزيدش تطول. ولكن هو تيطول وانا مازال ديك الساعات يعني فرحان ومسرور. هاد الوثيقة سواء كانت مكتوبة، راه عنده مكتوبة غادي يصيفطها كيظهر لي غتوضعها في الانترنت ياك كما هي، وعنده ودابا كذلك مسجله راه هي غادي توضع حتى هي في الانترنت، راه هي موضوع الان. راه هذا الكلام اللي كنقول لكم الباس لايف، يعني هذه وثيقه بحال اللي قال الاخ الكريم تاريخيه، وهي كنظن كذلك ستخرج في كتاب في اسرع وقت يمكن لا، وهي وثيقه اللي خص يعني يطالعوا عليها كل شيء الناس اللي كيهمهم الامر، رجال الأعمال، الاقتصاديين، الأساتذة الجامعيين. أنا نقول لكم هذه وثيقة فريدة، ما عمرني أنا سمعت في حياتي في المغرب، ما نتكلمش على شي دولة أخرى، ندوة صحفية بهذا المستوى. نكون صراحة، هذا الأخ هذا هو النائب ديالي، ولكن اليوم يعني دار واحد الأداء يعني تجاوزني وتجاوز أمثالي بكل صراحة وتواضع، ولكن مازال ما كملناش. هاد الوثيقة فيها واحد بعض الصفات، وهي الوضوح، لأنه من الأمور الإشكاليات الأساسية اللي كاينة في السياسة عامة في الكون في هذه المرحلة اللي كنعيشوا فيها وفي بلدنا بالخصوص، وهو الضبابية، بحيث في الحقيقة لا يملك أن يعرف بالضبط ماذا يقوله السياسيون، وخصوصا فيما يتعلق بالميزانيات وفيما يتعلق يعني إلا بعض الأشخاص المحدودين. هذاك الشيء كله دخل في واحد النوع ديال الغموض في الوقت اللي الله سبحانه وتعالى اللي خلق الكون شرح لنا علاش خلقه وكيفاش خلقه وشنو كيتسنى ماليه والى اخره، وذهب من الحيض والنفاس الى الجنه او النار، فهمتني ولا لا، بطريقه واضحه، وقال بلسان عربي مبين، يعني اذا قراته تفهم يتبين لك. علاش هذا الغموض وهذا الشيء؟ باش انت ما تفهم والو. انا كنظن هذا الشيء اللي تنقوله يهم كافه المواطنين، يهم. شوف، ما غنهضرش على الدراري الصغار، ما نقول لكمش حتى الرضع، لا، بالحق الدري ملي يبدا كيوعى، تكون عنده 14 ولا 15 ولا 16 عام، خصو يبدا يفهم شنو واقع في العالم، لانه هذاك الساعات راه المستقبل ديالو. السي إدريس كنا انا وياه واحد اليومين هذه في واحد اللقاء مع الاخوان الطلبه في شي مؤسسه جامعيه هنايا، فهمتي ولا سميتها لي جي حتى هذه داخله في الغموض، فهمتي ولا لو ام 6 يلا تنفهم انا من لو ام 6 محمد السادس ياك يونيفرسيتي محمد، هي هذيك صافي يونيفرسيتي محمد السادس. قال لهم هذا الشيء اللي كنقول لكم دابا راه نتوما اللي غتخلصوه، حنا كناكلوه دابا. هذا القروض وهذا ما يسمى بالاستثمارات المبتكره، حاجه وحده اللي عندي ملاحظه على السي إدريس، وهو كان كيتكلم بعض المرات وكيجيب ذاك المصطلحات ما تيعطيش الوقت الكافي باش الى الوقت الكافي غنوصلوا لثلاثه سوايع، وانا ما عندي مانع، فهمتي ولا، يعني باش تفهموها شنو معنى الاستثمارات المبتكره، هكذا كتسمى التمويلات المبتكره. بدا بالمناسبه راه انا ضعيف في هذا الشيء. التمويلات المبتكره بمعنى ان المؤسسات ديال الدوله كتجي عند شي صندوق ولا شي مؤسسه اللي عندها الفلوس بحال لا سي دي جي بحال غيرها، وتتقول لها عرفتي اش ديري، انا غنبيع لك هذا المستشفى، اعطيني واحد 10 المليار ديال الدرهم وغادي نكريه منك انا
مليون ديال الدرهم ولا 10 المليون ديال الدرهم في العام. بمعنى آخر أنه هذا صحيح حنا اللي جبنا هذه القضية ديال التمويلات المبتكرة وهي معقولة ما كاينش مشكل، ولكن خصك ديرها في الحد الأدنى وتحسن استعمال مداخيلها، ماشي دير هذيك المداخيل للتسيير بحال اللي قال الأخ السي إدريس. هذيك المداخيل خصها تكون إما للاستثمار اللي زعما حاجة زعما معقولة، لا شنو جوج ديال الاستثمار الأخرى، أو تغطية الدين، لأن هذاك الدين مسود الخدين اللي كيقولوا المغاربة، الدين الإخوان بالنسبة للدولة راه مصيبة، راه حنا دخل عندنا الاستعمار بسبب الدين، فهمتيني ولا لا؟ ملي ما لقيناش باش نخلصوا للإسبان إلى آخره بدات ولكن دابا ولا الدين بالنسبة للدول وحتى بالنسبة للأشخاص تقريبا شيء ضروري، ولكن خصك ديروا في الحد الأدنى وديروا يعني فبغيت نهني السي إدريس الأزمي ونقول للمغاربه ما تبقاوش في دار غفلون، سمحوا لي نوضوا قدوا شويه هاد السميه عفاك بلا ما تبقى معوجه، يقول لك راه عند الاله من كيران معوج، هو معوج شي شويه فهمتي. يعني كنقول لكم انه المغاربه خصهم يهتموا بالسياسه، راه عليكم تجري هاد السياسه هادي، ماشي كافي تكون انت تيقولوا بالفرنساويه تو تيغي طون ايبانغل دو جو، عندك باش عايش انت والمراه ديالك والوليدات ديالك ونائم في العسل. اتونسيون اتونسيون اتونسيون، خصك تعرف شنو كاين في العالم وتعرف شنو كاين في بلادك وتعرف شنو واقع. راه هذا الشيء كله ما يمكنلوش يكون مضمون الا ما كنتيش انت تتبذل مجهودك باش تفهم وتبين الراي ديالك كمواطن، تبين الراي ديالك. الا قدرتي بكلمه، الا قدرتي بمقال، الا قدرتي بتسجيل، فهمتيني ولا لا؟ واخا تكون انسان شعبي ما كتعرفش كاع تكتب ولا تقرا، ولكن يمكن لك تقول، يمكن لك تقول اودي راه هذا الشيء بزاف علينا، راه حنا عندنا الغلاء في الاسعار، راه حنا عندنا كذا الى اخره، يمكن لك تقول. ولانه حنا في واحد المرحله اللي ما بقات فيها حتى حاجه مضمونه. طبعا حنا الحمد لله في المغرب الان يمكننا نقولوا بون غي مالغري في العموم لا باس مقارنه بالدول اللي كتشبه لنا، ولكن الدول اللي كتشبه لنا راه بالامس القريب كان منها من كان خيرا منا، ثم اليوم لا احد يعرف راسه من قدميه فيها، والمستقبل لا يعلم الا الله، خصوصا في هذه المرحله هذه اللي ولا روسيا داخله لاوكرانيا، ترامب باغي يدير من غزه يعني شاطئ ديال الترفيه، امريكا واسرائيل داخلين في ايران وتسبوا في الدخول في الدول ديال الخليج، الدول ديال الخليج اليوم يعني مهدده كدول. كاين بعض الدول فرغات، كاين بعض الدول ينتقل ان ربما تخرج من سيادتها الى سياده دول. كاين ففي هذا الوقت هذا سمحوا لي الاخوان المغاربه راه ما كاينش النوم في العسل، كاين خاصك تكون حاضر وتتكلم وتكتب وتشارك وتنتقد وتشكر. السي إدريس شكر الحكومه، شكرها على الدعم الاجتماعي، شكرها على واحد العدد ديال الامور اللي كانت معقوله. مع الاسف ما جابتش حتى 2%، حتى 2 على 10 في الاخر، راكم كلكم عارفين شنو هي 2، ما جابش صفر ولكن جابت 2 على 10 تقريبا. في الحقيقه هذاك هو، انا غنكون معك مع ظريف غنقدر نزيدها واحد لواحد ما بين 2 حتى 3، ايوا في سبيل الله سبيل الله، فهمتي ولا؟ ف يعني حنا كمغاربه خصنا نتعلموا هذا الشيء، ولهذا سمحوا لي الاخوان تنهني السي إدريس الازمي، وكنطلب من الاخوان اللي كيهمهم امر البلاد ويتشجعوا ويتكلموا. وكنشوف بعض الصحفيين لا باس بهم، انت بحال داك السي عزيز بوسته، واخا مره كي يميل يعني كل الميل، ولكن مثلا غير كان غير رديت له شي شويه ديال الصواب، ما دخلش في هذوك الاخرين اللي قلت ياخذ هذا العرض هذا ويفصله تفصيلا، على الاقل عنده فيه الا بغى يكون معقول 10 ديال الحلقات او 20، لان ال10 الاولى مشى مع السي إدريس بواحد المنطق،
والعشرة الثانية مشى معاه بالالتزامات اللي جا هذا السيد كيقول، واللي ما تنفهمش كيفاش تيفكر باش يقول باللي انا ما تواخذونيش بهذه العشرة اللي التزمت بها. واش دابا الهضره غير حنايا دابا قلنا واحد القضيه اللي كنت انا جاي للحكومه وما كانتش معروفه، ما كنتش انا معروف انني غنجي للحكومه. في الحقيقه الله يسمح للسي الحسن الداودي ضغط علينا تدرناها ديال رفع نسبه النمو حتى ل 7%. نعم لا ملي درنا البرنامج ملي درنا البرنامج قال جا السي الداودي قال لك شنو غادي نقولوا للناس؟ نقولوا لهم باللي غادي نرفعوا النسبه ديال النمو الى اخره، وانا كنت ضد. ولكن الاخوان في الاخر اللي كانوا معايا يعني في الحقيقه بكل صراحه داروا له خاطروا. ملي وصلنا للحكومه ما قدرناش نديروا 7%، واخا ما درناهاش في البرنامج. ولكن واش الهضره ديال النهار الاول ديالاش ديال نصيدوا المغاربه، واخا ما درناهاش في البرنامج وجينا وتنقولوا ما قدرناش بحال اللي كنديروا دابا اعتذرنا عليها. دابا هذا الشيء هذا لو كان هذا السيد هذا كيدير هذا الشيء تيقول ودي انا قلت غنعطي للمالين 65 عام اللي ما عندهمش لا روتريت، هي هذه اللي ما عندهمش التغطيه الاجتماعيه، ما عندهمش لا نتريت، اذا ما عندهمش دخول غنعطيهم 1000 درهم للواحد. وديك الساعات السي دريس قال لي السي عبد الله هذا لا يمكن، وجاب لي الحساب 22 مليار ديال الدرهم. هذا الحساب ما داروش هو، لقاه هما دايرينه كاتبينه، وقال لي منين غادي الجهات انت اللي درتي ولا هم؟ لا جابوا الارقام انت درتي الحساب، دار لها ملتيبليكاسيون ما كاين مشكل. وقال لي وانا قلت له زعما ما يمكنش يقولوها وما يديروهاش، واذا به ما داروهاش، ولكن ما درتيهاش ماشي عيب. انت كرئيس ديال الحكومه ماشي ضروري تنجح، يمكن تفشل ويمكن شي حاجه قلتيها ما قدرتيش عليها تو سامبلومون. اجي قول للمغاربه سمحوا لي يا اخوتي المغاربه انا ما قدرتش ندير هذا الشيء ديالكم، صافي. ديك الساعات بغاو يحكموا عليك تمشي في حالك، تمشي ها انت مشيتي في حالك يلاه دابا. واش زعما غير واش فهمتي؟ سمحوا لي يا الاخوات، قال لك الموضوع تشطح دارتها بالصح، غير دخل ولا رئيس الحكومه منين تالين ياك 10 سنين وانت قدامنا مقرد في الكرسي في الحكومه. ديك الساعات ما كنتيش زعيم سياسي عاد بنتي، ودغيا بين عشت وضحى بنتي وليتي رئيس الحكومه وعجبك الحال وبغيتي تبقى تما وبديتي كدير في الاجتماعات والخيام ماشي بحال الخيام ديال شي خيام كيقولوا لي الاخوان سي عبد الله هذوك الخيام راه 500 مليون ما عرفتش شحال باش والغداوات والعشاوات وغادي كتجري بين عشيه وضحاها. يعني الذين اجلسوك قالوا لك حضر نفسك لتغادر وها انت تغادر. كان خاصك تكون معقول ودير مجهودك تخدم بلادك ماشي عيب، وتنتصر علينا ماشي حتى عيب، ولكن يعني ما تغترش انت ولا تظن باللي راك غادي تبقى تما. لو كانت ستدوم لك كلا دامت لغيرك الذين سبقوك. اذن هذه قضيه هذه زعما اساسيه. بغيت ننوه كلشي دخل غير في التنويه، بغيت ننوه بالسي عبد الله بوانو اولا وقبل كل شيء غنوه به بعدا اليوم، لانه كان المفروض حتى هو يدير عرض وكان ظن كان وجده، ولكن ملي سمع هذا العرض هذا قال لا حاجه. فاذا لابد ان ننوه بك لانك رحمة الشعب الذي ينتظر. لكن انوه بك كثيرا للكلمه التي القيتها البارحه في حدود اقل من 15 دقيقه، لان 10 قلتي لي 14 حيدوا خلينا 15 ومن بعد واش هادو ناس معقولين عباد الله؟ شوف الوالده رحمها الله المراه الشريفه العظيمه المسماه لاله مفتاحه الشامي الخزراجي التي ينتهي نسبها الى سعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي خرج من المدينه المنوره غاضبا لانه كان يريد ان يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعينوه وذهب الى الشام. من ثم خرج ومشى للشام فهمتي ولا. ولد هذه العائله هذه اللي وصلت للمغرب هذه 7 القرون، واللي بعض الناس ولاو دابا في عثمان يقولوا عبد الاله بن كيران. هادو الذباب الالكتروني ومن شابههم من الذباب الحقيقي فهمتيني ولا لا. كيبدلوا تيسميوني ولد مفتاح. انا اعتز ان اكون ولد مفتاح فهمتي. مفتاح الشامي الخزراجي
المرأة المرجع، كانت مرجع، كانت مناضلة في حزب الاستقلال، وانا اللي دركتها يعني ديك الساعات كان من قبل الاستقلال، من سنوات طويلة قبل الاستقلال، ومن بعد الاستقلال كانت مرجع للسيدات اللي في المجتمع، فهمتيني ولا؟ مع الاسف السيدات اللي كانوا كيعرفوها توفينا رحمهن الله. بقيه وحده منهم هي الاستاذه بناني السميرس ديال فاس، لا 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 لطيفه، اللي بغى يسول على الحاجه مفتاح الشامي الخزرجي، فهمتيني ولا؟ يمشي يسول عليها. وعلى كل حال لا ينقص من عيسى عليه السلام ان ينسب لامه ويقال عيسى بن مريم، لا ينقص منه شيء، واذا كذلك لا ينقص من عبد الاله بن كيران. ويبقى هؤلاء الحقيرون الذين لم يجدوا شيئا يواجهوا به حزب العداله والتنميه ولا امينه العام الا ان يحاولوا التنقيص منه من خلال انه ينسب الى امي. انسبوني الى امي، والله ذلك شرف فهمتي عظيم، فهمتيني ولا؟ بغيت نوب السي، قالت لي الوالده، نسيت كنت نقول لك، قالت لي ما كيعطيو يندم غير ولد الخادم. هذه حكومه يرأسها عبد من العبيد، عطاوك 14 دقيقه ويحيدوها لك، 4 دقائق بقات فيهم. كنت بلاصتك كون عطيتهم كلشي داكشي. بارك كنت جابنا. انا غنقول لكم شنو هو اللي المني، لانه هذا العرض كان عرض ممتع وقوي وناجح، وانا تنظن انه سيدرس في الجامعات. واخا كلشي اللي تيجي من العداله والتنميه كيحاولوا يخبيوه ولا يهاجموه ولا، يعني انا المتني اشياء منها. انا غنقول لكم، انا ملي جيت للحكومه ما عمرني جبت شي حكومه سابقه بسوء، واظن حتى السي سعد الدين العثماني ما عمرو جبت شي حكومه سابقه بسوء. مع انني كون بغيت نجبد الحكومات السابقه بسوء راه نقدر نجبدها. الحكومه ديال السي عباس الفاسي في الوقت ديالها فاش وقع يعني الربيع العربي وكذا وكاد ان يحرقه، ولكن كنعرف باللي الرجل كان رجلا طيبا وبذل مجهودا وكان وطنيا. كنت انا عارف ان رئيس حكومه كنعرف، لانه الناس اللي بعقلهم تيبنيو على الايجابيات التي سبقت، ولا كانت شي حاجه سلبيه راه ماشي هما اللي غيقولوا، راه كاين التاريخ غادي يقولها، فهمتيني ولا؟ وحنا ما كندعيوش ان الحكومه ديالنا لا الاولى لا الثانيه كانوا باغفي. بطبيعه الحال كل واحد عنده الا بغينا نقولوا الشخصيه ديالو، كل واحد عنده عنده النتيجه ديالو، ماشي بحال. ولكن يعني هذا السيد هذا كاين عنده جوج ديال المشاكل. قال لك الاخ مبتلى بالمقارنه مع الحكومات الاخرى. لا، ماشي المقارنه السيدريس، بتسفيه الحكومات السابقه. علاش؟ لانه عنده عقده ديال انه الحكومه على الاقل الاولى ديال العداله والتنميه نجحت نجاحا باهرا. كيف يعقل هذا الكلام؟ لهذه الدرجه غادي توصل الخساسه بهذا الوطن ان بعض المتكلمين فيه حكومه جابت 107 في وقت اللي كان المغرب كاد ان يشتعل، وساهمت ولله الحمد في استقرار الوطن، ومن بعد ما كملت جابت 125، ثم بعد ذلك يشتم صاحبها وكذا والى اخره باللعب والكذب وكذا الى اخره. شكون هاد المخلوقات هادو؟ من هم؟ يجي وانا مستعد نخضع للمحاكمه، يجيو يحاكموني قدام الشعب الا درت شي حاجه خايبه، حيت انا داكشي كلشي اللي درت عنده مبررات. ولا كنت درت شي حاجه خايبه نادي الثمن، ولا درت شي حاجه فيها مخالفه نمشي على الحبس، انا ما عنديش مشكل. ولكن يجيو دابا شنو وقع لهم مساكن؟ وقع لهم انهم قالوا في 2021 تهنينا من العداله والتنميه، صافي غنهبطوه هبط دابا 13، غادي نبداو في الاخر اما نخرجوه من الساحه نهائيا، اما غنبداو نتلاعبوا به نديروه فين ما بغينا، مره نكملوا به هذه مره نكملوا به هذه الى اخره. بحال شي كارت شي ورقه في اللعب ديال الكارطه كيكملوا بها هادو الحوتاله ديال، فهمتيني ولا لا؟ واذا به العداله والتنميه صحيح قضاو علينا في 2021، قضاو علينا ما فيها لا اله ولا حتى انا كان عندي شي شويه ديال ما كنتش كنقدر الامور. حتى جا داك الصحفي قال لي سي عبد الاله راه سيتو ميزامور، صافي يعني ذبحونا وانت. ولكن حنا الاخوان ديالنا الاخوات ديالنا والشعب المغربي خصك تنتبه،
راه يقدروا يطيحوا العداله والتنميه ويقدروا يحلوه كاع ويقدروا حتى ما عرفتش يديروا، ولكن راه ماشي هو المقصود، راه انت اللي مقصود. حنا يا الاخوان ديالنا كنمارسوا السياسه بسذاجه. انا اتحدى اي حزب سياسي انه يدير وثيقه بحال هذه ويجي يعرضها قدام الناس، اتحداه يسمحوا للاحزاب السياسيه ولا الاقتصاديين ولا الخبراء ولا داك فهمتيني ولا لا؟ لاننا حنا ما عندنا فلوس، ما معاوننا داخليه، ما عندنا مسانده خارجيه، ما كنمشيو ولا سميت هذيك الشركه اللي كدير لهم سميتو مراكز، ما كنمشيو لمكاتب الدراسات، غير ما بغيتوش تقول لي السميه ديالها تقول لي من بعد فتحتيها سنه ما كينزيو ما شبهها. حنا كنديروا السياسه بنيه حسنه في دينا بعد الله سبحانه وتعالى، حنا والاخوان ديالنا والجهود ديالنا فهمتيني ولا لا، كنديروها بنيه حسنه وكنمارسوا السياسه. كنا في الحكومه درنا داك الشيء علاش قدينا الحمد لله فهمتيني ولا لا. ملي مشينا فهمتي ولا لا لقينا راسنا في المعارضه ب 13 ديال النواب البرلمانيين وتقريبا عدد قليل جدا جدا ديال المستشارين الجماعيين. شي بس ما كاين. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر وهزم في احد. هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. عاوتاني بدينا كنبذلوا مجهود فهمتيني ولا لا، كنتقاتلوا نحن ومن اراد، حتى اخواننا تفرقوا عنا بعضهم مشاو في حالتهم، ما تلاوش بغاونا. كاين فيهم اللي قال انا هذا الحزب ما بقاش تيمثلني، كاين فيهم كل واحد شنو قال، مشاو في حالتهم. بعض ماشي كل شيء، ولكن بقاو بعض الناس اللي مآمنين بهذا الحزب ومآمنين، وبقينا كنتقاتلوا من ذاك الوقت حتى لدابا. وها انتم ترون اننا اليوم نملأ الحمد لله الساحه السياسيه. البرلمان فيه بارز يعني جوج ديال الاحزاب الاحرار لان عنده الرئاسه ديال البرلمان وعنده ديال الحكومه والى اخره، والعداله والتنميه. هادو جوج اللي كاينين، الاخرين حتى هما ماشي ما كاينينش، ولكن كاين واحد الفرق كبير ما بين اسمحوا لي الاخوان باش تكون زعما فهمتي. نقول لكم دابا الناس كيقولوا باقي في البرلمان، الناس عبد الاله بن كيقول باقي في البرلمان بوانو اخنوش، ما يطلقش انت السي ابراهيم فهمتي، حتى انت راك ماشي زال فهمتي ولا لا انت راك ولا الاخوان ولا الاخوات تبارك الله فهمتيني ولا لا، حتى واحد فيكم ما سهل اخنوش. وهذاك الاربيتر المتحيز اللي كاين عندكم الفوق تمايا فهمتي انا لا. اذا هذه القضيه هذه الى ان كومبلكس راه تينفس عليه. الثانيه ما عندوش باش يدافع على راسو، خاصو من يمسح. عيب اش انت جيتي للحكومه المغربيه ما تخسرش للناس السعاده اللي عاشوها على الاقل بالحكومه الاولى ديال العداله والتنميه، وتيقولوها ويعاودوها ولات الشعبيه. جا تيقول في المقصه فهمتيني ولا لا باللي في الحقيقه اللي دار هذا الشيء هذا ديال المقصه هو العداله والتنميه فهمتيني ولا لا. زعما بغى يمسح فينا داك الغضب اللي كان كيوقع للناس ملي كيتزاد عليهم شي 10 ولا 20 سنتيم في ليسونسي اللي عقلتيو على هذا الشيء. قلنا له ببساطه اذا كانت هذا الاصلاح ديال المقصه السي عزيز ما عجبكش حيدو. خرج الاول خرج القجع قال ودي الا حيدنا الاصلاح ديال المقصه، لو كان ما دارش الاصلاح ديال المقصه ما كاين لا صحه لا تعليم. تبعوا رئيس الحكومه كيقول يعني قالوا الاخوان حيد هذه المقصه زولها، يعني كتكفي فيها غير مرسوم ديال رئيس الحكومه بدون الرجوع للحكومه اصلا، بدون الرجوع الى مرسوم في مجلس الحكومه وبلا قانون بلا 77,000 فهمتيني ولا لا. قال لهم الا حيدنا غادي تتقبل الحكومه كي غتقبل فهمتي ولا غادي تقبل الميزانيه. يا ودي البارح كتقول حنا اللي درناها كتعيبها، واليوم كتقول بلا بها ما كان عندك ميزانيه. والثالثه خرج بيتس ياك يقول نفس الشيء، وثم بعد ذلك وزيره الاقتصاد والماليه. وانا غنقول لكم واحد القضيه، انا جات لي عندي كريستين لاغارد والله شاهد هنا في المغرب، هنا قالتها لي سي ادريس ولا في فرنسا؟ لا قالت لي لي ريفورم كو فوز افي في سو ني با نو كي فو لي افون ديكتي سي فو كي نو لي افي انسبيري. ماشي حنا اللي ملينا عليكم هذه الاصلاحات، انتم الذين اوحيتم لنا بها، وما قدروش يديروها هما بالتوصيات الى الان.
في دول اخرى بحال مصر بحال الهند بحال تونس بحال الاردن باقي خايفين لا تشعل العافيه. انا جيت كرجل ساذج لقيت المقاصه كتاكل الربع ديال الميزانيه ديال المغرب، الربع 57 مليار ديال الدرهم من 220 مليار ديال الدرهم الا باقي عاقل، فهمتي ولا لا؟ الربع ديال الميزانيه ديال المغرب. قلت غنتقاتل معاها، وكنت عارف راسي باللي غادي نتقاتل معاها، نقدر نطيح انا، نقدر يعني يطيح الحزب الى اخره. قلت هذا و سي سكو جي في. ودابا خارجين الناس اللي ما تيحشموش واللي فيهم مثقفين وفيهم سياسيين وفيهم واحد العدد ديال اليساريين سوا ديزون سابقا باش يقولوا راه هو اللي دار لكم المقاصه، راه كان صندوق المقاصه هو اللي تيخلص عليكم هاد الزياده اللي زادوا لكم. غيخلصها عليكم منين المدوخين المداويخ؟ غيخلصها عليكم منين؟ بمعنى اخر هذا بحال شي واحد كيشوف با عنده شي بركه تيوجدها للدراري باش يقراو، تيجي عند مو تيقول لك قولي لبانا يخرجنا للعطله ويدينا ما نعرف شنو، يشري لنا الحوايج وكذا الى اخره. كتقول راه عنده الفلوس، ايه صحيح عنده الفلوس، ولكن الفلوس راه ديالكم. المسائل المهمه فهمتيني ولا لا؟ بغاكم تستافدوا منها من بعد. وهذا الشيء كله اللي كتبوم علينا به هذه الحكومه، لا الدعم الاجتماعي لا والو، بهذوك الفلوس اللي خلينا لهم حنا. لانه لو كان ماشي داك الشيء اللي خلينا لهم حنا في المقاصه، انا ما كنتش كنظر للدوله على انها عدو ديالي ولا ديالكم. هذه هي المنطق اللي كان عند واحد الفئات يساريه متطرفه في زمن ما. انت غير انت دافع على الشعب، ما عندك غرض في الدوله. هادشي اللي كان كيقول لي شبط داك الصقع حتى هو، فهمتي؟ يعني كنقول لكم انا كنت كنضر للدوله والمواطن. انا اللي درت القضيه ديال الارامل، انا اللي درت القضيه ديال الزياده في المنح ديال الطلبه، انا اللي درت المنح للدراري ديال التعاون ديال التكوين المهني، انا اللي درت. بطبيعه الحال الرامد باش نكونوا صراحه، هذاك قرار ديال جلاله الملك، سمحوا لي عييت وما نقولها، التعميم ديالو قرار ديال جلاله الملك. التغطيه الصحيه ديال الطلبه اللي درتها جاو حيدوها، قال لك خشينا الدراري مع بواتهم. سي با حشومه، عيب، فهمتي؟ حشومه، عيب، هذا الشيء ما تيخصوش يكون. هذه هي المصيبه ديال هذا السيد الرئيس الحكومه، يعني يحاول ان يدلس. دابا نقول لكم شنو هي الخلاصه ديال الفكره ديالي، هي هذه السياسه عوض يعني السياسه عوض ما تكون يعني لا بغينا نقولوا واحد التشارك. بعدا شكون اللي كيفهم شنو هي اكتوياريا؟ راه ديك بعدا كلمه عربوها ردوها اكتوياريا، هي ماشي عربيه، هي فرنساويه. وشنو كتعني بالفرنساويه؟ انا راه دوزت هذه الكلمه هذه تشبعت، عمرني ما فهمتها. لا كتشوف كتشوف كيفاش تدوخ على العباد. الاصلاح الا ما دارش دابا في الوقت ديالو، غادي يجي واحد الوقت غادي يطير تقاعد. سمحوا لي، انا ماشي عبد الاله بن كيران اللي غادي نجي نقول لكم شنو تيعجبكم المغاربه، لا، باش تصوتوا عليا الله لا يجعل بابا ينجيب حتى صوت. انا عبد الاله بن كيران باش نقول لكم داك الشيء اللي كنظن فيه منفعتكم الحقيقيه للحاضر وللمستقبل. وديك الساعات ملي تجي الانتخابات بان لكم تصوتوا عليا من بارك مسعود ولا على الحزب ديالي، ما بان لكمش، فبها ونعمت، الله يجيب لكم افضل. وبالمناسبه حنا كنا في الاول ربما لسذاجتنا من المتفائلين لهذه الحكومه انها ستعطيها امكانيات وكذا وكذا وكذا، وغتقدر دير للمغرب شي حاجه مزيانه وتتقدم. وناضوا الاخوان ديالي بغاو يشاركوا في واحد الحمله، فهمتي ولا؟ كانت درتها واحد خويتنا، فهمتي ولا؟ ديال اخر الزمان حتى هي. اول ما بان لها دابا بان لها غير رمضان، هي اللي بان لها رمضان. وبنيتي سيري للبرلمان وشوفي المغاربه اش غيقولوا لك على رمضان. اما دابا انت دابا جاي القانون ديال رمضان ديال الافطار في رمضان راه ديال اليوطي، ماشي ديال محمد صلى الله عليه وسلم. وهذاك القانون راه دار لحمايه المجتمع وعنده اسباب ومبررات. ما يمكنلكش تجي تقولي الامير، خلي عليك امير المؤمنين في التقار، خلي عليك سيري. لا عندك شي ما تقولي سياسيا متعلقه بالقانون، راه القانون كيتعالج في البرلمان. يعني ديك الساعات كانت كتقول لهم نقولوا اخنوا شي رحل. وبعض الاخوان ديالنا عجبهم الحال بغاو يدخلوا في هذيك الحمله، قلت لهم ما ندخلوش. الراجل يلاه جا خليونا نشوفوا اش تيدير، ولا كان زعما داك الشيء اللي كيدير مزيان والله حتى نعاونوه.
ما تقولوش لي السي عبد الله هذه ماشي سياسه، اللي عطاه هو هذا، السياسه ديالي انا هي هذه. واحد الراجل تيخدم في مصلحه البلاد في واحد الحاجه مزيانه ووقف عليا نعاونه والله حتى نعاونه. على الاقل ما عاونتوش نخليه في التقار. لكن ملي بدا كيخربق ويترق ودخل بحال اللي قال الاخ ها تضارب المصالح، هذيك القضيه اللي قلت لك ديال الماء توريها لهم راه ما وضحتها لهمش السي دريس. الماء راه النقل ديال الماء من سد لسد اخر، بمعنى اخر انه بحال الماء ديال السبو اللي كان كيمشي للبحر، فهمتيني ولا؟ 7 المليار ديال المتر كوب كانت كتضيع، وشهاده لله ان الطغوان هو اللي قالها لي في الاول. انا الفكره كانت ديالي. كتعرفوا رئيس الحكومه راه ماشي تيمكن له يدير كل شيء اللي بغى، راه كان يعني خديتها على طغوان. نشهدوا امام الله ان تحول السد ديال سيدي محمد عبد الله، ياك عرفت التسميه، ياك هو هذاك سيدي محمد عبد الله، ياك بورقراك ديال بورقراك، فهمتيني ولا؟ السد ديال محمد عبد الله، راه انا فرحان حيت عقلت على هذه التسميه، فهمتي؟ تحول السد ديال سيدي محمد عبد الله، فهمتيني ولا لا؟ باش تغطي الرباط والدار البيضاء، فهمتيني ولا؟ يعني هذه فكره مزيانه. علاش ديرها بهذه الطريقه؟ قسمها لاربعه واعطاها لاربعه الناس بدون منافسه، بدون اشهار. اش كتسميو ديك المنافسه؟ ابل دوفر، ياك ابل دوفر. علاش دير هكذا؟ وبطبيعه الحال الارقام فظيعه. يعني داك الشيء بحال اللي قال السي عبد الله، الا تبعتيه من 30 درهم ل 300 درهم الى اخره المتر كوب اللي كيتحفر. بوركوا تو سا؟ علاش هادشي؟ اجي عند الناس ووضح لهم وشرح لهم. وانا غنقول لك واحد القضيه، انت كان عندك بزاف ديال لي زافونتاج علينا، لا ملي كنتي معنا في الحكومه ولا ملي كنتي مع السي سعد. هذيك الحكومه راه ماشي ديال السي سعد، ما خصوش يتحمل مسؤوليتها بوحدو، كيخصك، لانه هذيك الحكومه دبر شانها بين السي سعد وبين السي عز اخنوش اللي كانت عنده مكانه متميزه. هو بالحق دائما حنا كنا دايرين له مكانه متميزه، ولكن هو دابا فهمتي ولا لا؟ شاف راسو عنده مكانه متميزه، بغى ياكل كل شيء بوحدو، فهمتي ولا؟ فكانت النتيجه هي هذا الشيء اللي كتشوفوا وصل له، فهمتي ولا؟ والحمد لله على لطف الله، بحال اللي تيقولوا زعما المغاربه. دابا الاخوان يعني دابا انا غنقول لكم هاد الندوه هذه بحال اللي قال السي دريس، قال لك اودي راه كنا غنديروها قبل، وبالحق ما كانش غيديرها قبل، هو كان غيديرها في المجلس الوطني، فهمتيني ولا؟ قلنا له عرفتي اش دير دا، هو قال لك وقيله. قلت له انا هذه راه حصيله، خليت تسنينا زعما الحصيله عاد تجي. الحصيله جات سبقات الوقت. الحقيقه راه داك الشيء اللي قال صحيح. يعني هذا استسلام وهروب، فهمتيني ولا؟ انا ما غنبغيش نتكلم على الرجب ولا، فهمتيني ولا؟ حنا حنا حدنا الجلد الاعلامي، ما نوصلوش للرجم. بيناتهم الرجم ديك الساعات، فهمتيني ولا؟ يعني جا دار هذا الشيء. السي دريس اليوم دار له وجهه في المرايه وشاف راسو غادي يبا سورتير بار لا بيتيت بورت، فهمتي؟ لانه ما كانش معقول وما كانش منصف. ولو كان جا وخدا بعين الاعتبار انه كان شريك في الحكومه وتكلم عليها بطريقه معقوله، فهمتيني ولا؟ وموضوعيه، ودار هو شي حاجه، حنا غادي نشكروه ونهنيوه. غنفسوه لان الحزب ديالنا خصو ينافس. ولكن ولهذا حنا المستقبل نقول لكم من دابا، الا كنا حنا في رئاسه الحكومه راه ما غاديش يكون يعني شي حاجه متعه غنمشيو لانكاطو. راه الظروف ديال البلاد اليوم صعيبه، ولا مشينا لرئاسه الحكومه حنا عارفين راسنا داخلين على صعوبات اكثر واكبر، ولكن غادي نحاولوا ندخلوا لها بنيه حسنه وبايمان صادق. ولا ما كناش في رئاسه الحكومه راه ما كاين غير المعارضه. حنا اش غنديروا اخر؟ كاين شي حرفه اخرى؟ غنديروا المعارضه يعني الصارمه، يعني المره، يعني الصادقه ان شاء الله، فهمتي ولا؟ لا، لان علاش الاخوان هادشي تنقول لكم؟ لان البلاد داخله في واحد المنطق. هذا المنطق وهو كيفاش دير تلعب على المواطنين ودير الكلمات وكذا. ولكن هذه الحكومه راه كانوا عندنا رجال اعمال في الحكومات السابقه، وكانت عندهم مصالح، وكانت عندهم شركات، ولكن عمرهم ما وصلوا لهذه الدرجه. شتي انا دابا اللي مازال ما فهمتش في الحقيقه، ملي خرجنا المشكل ديال تضارب المصالح في القضيه ديال المياه ديال الدار البيضاء
و260 مليار 260 مليار اللي كان بغى يدي بغير وجه حق، وحصلناه واعترف بها قدام البرلمان وبقى رئيس حكومه، ما حشم ما راعى ما قدم استقالته يمشي في حالته. هذا ديال وزير التعليم، هذاك الشيء اللي قال ليه سي دريس خاصو يقدم استقالته من ديك الوزاره، وخاصو بحال زي بعضهم، فهمتي هادشي اللي قال ليه، داك الشيء اللي قال ليه فضيحه، وباقي جالس تما مسمر. هاد الحزب يعني ولا عنده الوجه ديال القصدير، فهمتيني ولا؟ فاحنا دابا ملي جينا 10 سنين ديالنا تحركت فيها الامور في الاتجاه الايجابي في جميع المجالات، خصوصا على المستوى الاخلاقي. دابا كتسمعوا باللي كاين 150 مليار ديال الدرهم اضافيه تزاد، هذاك راجع للنفس اللي كان في الحكومه ديالي، واللي تبع في الاصلاح في ذاك الندوه اللي دار ديال الاصلاح الضريبي، فهمتي ولا؟ باقي يرتفع المستوى ديال، ولكن ما يمكنش حنايا في العهد ديالنا كان داك الشيء في حوالي 4% ديال لو مود دو في دو ليطا، ومعاه هو يولي 13%. ما معنى ذلك؟ معناه انه يسوسير لوي سي مينيستر جو نسي بلي ترو كوا. في الوقت اللي كنت الاخوان قلت لكم هذا الكلام حتى شبعت، ما كنتش كنسمح لشي وزير يشري شي طوموبيله باكثر من 45 مليون. دابا بالعلالي كتشري الطوموبيله لبعض الموظفين لا يصلوا الى الوزاره ب 80 و90 مليون و100 مليون واكثر. كيف يعقل هذا الكلام؟ الله يرحم السي الوفا كان كيقول لهم والله وقع معكم هاد السي عبد الاله تتوبوا جايين لهاد الدول الملكي بالكرارس، فهمتي ولا؟ رحمه الله عليه. لا انا ما نبغيش نجيبهم بالكرارس، ولكن الا نقصوا شويه من بون. طيب دابا الاخوان هاد الناس هادو كلشي هاد الشيء علاش دايرينه؟ علاش هاد الحمله المركزه على حزب العداله والتنميه اللي هو الاخر، واحد الحزب اللي هو الاخر الناس تيقولوا يقدر يطلع درجه، يقدر يطلع جوج، يقدر يطلع ثلاثه. لا دابا هادو عندهم معلومات واحصائيات واخبار باللي العداله والتنميه هو اللي كاين الاول. قالوا اذا هذاك البيعه وشريه اللي درنا في 2016 ما شداتش. كانت عندنا واحد السيده كانت معنا في الدار بحال الاخت ديال الوالده، وكانت في الليل كتنعسني بجوارها وكتعاود لي الخريف. دري ديك الساعات 5 سنين و6 سنين و7 سنين، كتعاود لي على شي واحد مشى وطاح في شي قطاع الطرق وداك الشيء وذبحوه، وبقى واحد العرق عيش، وهذاك العرق جا شي واحد وبدا كيعالج هذاك الواحد حتى عاوتاني ذاك العرق عاوتاني ناض الى اخره. هذه بقات في البال ديالي. فاحنا كيظهر هذاك ملي ذبحوا ما كملوش ما كملوش العروقه كاملين، فهمتيني ولا؟ دابا راه باقي قدامهم الوقت، فهمتيني ولا؟ انا واش انا حيدته؟ انا الحمد لله حاولت ان احييه برفقه هؤلاء الاخوه الاعزاء والمحترمين والذين يشرفون الوطن. غنقول لكم علاش، لان بزاف ديال المغاربه يعني متفقين معاهم وكيشبهوا لهم، ولكن كيشوفوا باللي الا قربتي للعداله والتنميه يعني بحال ما نعرف شنو واقع. دابا هذاك السي سميتو بعدا سمير الشوقي اللي قرب للعداله والتنميه، الناس كيسولوه بحال داخل لشي يعني قاعه ديال الاخطار ولا فهمتي ولا لا. اشنو فيها العداله والتنميه؟ حزب سياسي. كان سيدنا الله يذكره بخير والله يعافيه كيقول لي السي الكرام بالنسبه لي انا انتم مغاربه بحال المغاربه كاملين. هذا هو المعقول، هذا هو. هاد الاخرين هادو متخلفين على الملك ديالهم، ما عندي ما ندير لهم، فهمتي؟ فدابا هادو شافوا هذا الحزب هذا والله اعلم طالع احب من احب وكره من كره. قالوا اش غنديروا؟ رجعوا لذاك المقولات ديالي يجتزئونها كل وحده فهمتيني ولا؟ انا والله يشهد وليداتي ما درت لكم الا الخير. شوفوني الا درت شي حاجه لراسي انا، الريال ديالكم كنت كنتحرج منه، الريال، الدرهم، الاورو الواحد، الله يشهد كنحاول زعما ما نقربلوش الريال ولا درهم ولا كنحاول. ما نقدرش نجزم 100%، ولكن هادشي تنقول لكم. ها الناس ديال رئاسه الحكومه سيروا اللي عندهم سولوهم، اللي كانوا عايشين معايا وعارفين هذا الشيء بالتفاصيل، فهمتيني ولا؟
يعني هذا الحزب هذا دابا قالوا ارى نستهدفوا هذا الحزب، وين جاو هذا الحزب يستهدفوه مره واحده بزاف. قالوا راه نبداو بعدا بداك اش نسميوه شي سميه القرن شي سميه بداو بعدا قال لك من ايران دابا ولد مفتاحه غدا عرف الله اش غيقولوا. على كل حال كان شباط سبقهم، شباط قال شباط شنو قلت يا سي زيدان قال شباط قال لك انا مع الموصاد وداعش والنصره ودابا ولكن الحمد لله عبد الاله من كرام وباقي هنا وشبط فينا هو. باش تكون الامور زعما واضحه بالدين ديالكم، الله لا يجعل الحاله ديالو حاله ديال شي انسان مسلم، فهمتيني ولا لا؟ فقالوا اش غنديروا ما نديروا ارى نصفيو بعدا هذا، وحشدوا لي اشخاص وكذا الى اخره. منهم بعض الاشخاص كنت كيبانوا لي زعما الناس ماشي اصدقاء اعداء، ولكن عندهم كفاءه ولاو تا هما مشغولين بهذا الشيء، ولاو كيدونوا فهمتي ولا لا؟ بحال واحد السي اغنوش تا هو لقيته، هو هذاك اغنوش هو مقنون، ولكني يعني كيف ما كان وليتي مدون ديال المدونين فهمتي ولا؟ وجابوا شي اسماء حزب الشعب النهار كامل هما خدامين مع عبد الاله بن كيران. انا كنقول لهم واحد القضيه، راكم انتم هذا الشيء اللي كديروا واحد الصقع تا هو واحد الصقع قال لك امام وعنده واحد اللحيه قال لك واحد ما عرفتش علاش كتشبه لي الشطابه هي اللحيه كبيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي امر بها، ولكن هذيك ما انا بالنسبه لي ما دازتليش. قال لهم عبد الاله طيحوا المغاربه في 2000 ودابا غيعاودوا يطيحوا. انت كتعرف الغيب، انت فقيه وكتقول هذا الكلام. وعبد الاله ما كانوش طيحوا المغاربه من اللي داز من 2000 من 107 ل 125 طيحوا لي المغاربه. ودي الله يهديك السي فلان. وهذا قال لك راه شي نهار جا عندي للدار هو وباه تعشوا عندي وباتوا عندي حتى الصباح مشاو فهمتي ولا؟ بين عشيش وضحاها. عرفتي قال لي واحد قال لي ملي انت كتكلم بسوء في السي مكيران انا غنصوت عليه. لهذا شوف انا نقول لكم واحد القضيه، ديروا اللي بغيتيو الا قدرتيو بالمكر ديالكم والكذب ديالكم والخداع ديالكم والصعلكه ديالكم وسوء الاخلاق ديالكم والخسه ديالكم، مشيتيو كتجبدوا الوالده ديالي حافظ رحمها الله ورحمه واسعه، مع انها ماتت ومع انها امراه فاضله ومع انها سولوا العائله كلها وحنايا مات الوالد رحمه الله وخلانا ناس فقراء، ماشي فقراء كاع ولكن جد متواضعين، جد متواضعين. كل الاسره كانت تحترمها، بل كنقول لكم واحد القضيه كانت كتبيعها والله العظيم قبل ما نكون انا رئيس حكومه ولا 77,000. يعني عندهم الحاجه مفتاح النهار اللي كتجي عندهم بحال كان الاخ ديالي رحمه الله كبير ماشي شقيق ماشي ولداتي يقول لها كل نهار اليوم يوم عيد ملي كل صباح تيصبح يقول الا كانت عنده ضيفه كانت عندها مكانه. على كل حال وحتى في وسطنا العكاري الشعبي البسيط وحتى في المجتمع الناس اللي كيعرفوها. انا قلت لكم دابا لو كانت لا خديجه الحصيني باقي عايشه سيروا سولوها تقول لكم اللي كانت استقلاليه معاها في العكاري. وعلى كل حال راه السيده لطيفه السميرس تما كاينه، مشيتيو كتجبدوها يا الخسيسين. وراني كنحتاط باش ما نخرجش شي كلام كبر من هذا الشيء، لان انا ملي كتوصلوا بحال هذا الشيء ما تيبقى يبان لي فيكم حتى حاجه صالحه، انتم سلاقطه تاع الكلام. بغيتيو ديروا انتم هذا الشيء ديروه. انا عبد الاله بن كيران ابن الحاج المختار بن كيران ابن مفتاح الشامي الخزرجي المحترم. ونقول لكم واحد القضيه، حنا هاد ولاد بن كيران حنا ما كنبغيوش السياسه، حنا كنعرفوا غير الدار والحانوت والجامع والزاويه والمارشي والعيالات ديالنا والوليدات ديالنا، هادشي اللي كنعرفوا. ولكن هادشي كله جبتوه في الحق من الوالده، فإلا سميتوني بها فأنا أعتز بذلك وهذا عن حق. افعلوا ما بدا لكم فهمتي. واما حزب العداله والتنميه هو غادي في الطريق. الا قدرتيو بهذه الاساليب هذه تلعبوا على الشعب المغربي وتنفروه منا راه هما اللي مسؤولين. الا ما قدرتيوش معناه ان الشعب المغربي بحال اللي حنا مستعدين نضحيو من اجله يستحقنا، وديك الساعات ولو اقتضى الامر اننا نموت في سبيل الله في هذا الطريق حنا مستعدين باش زعما تكون القضيه يعني واضحه. لا انا بالنسبه للقضيه ديال ان هاد الناس هادو يعني غيديروا شي حاجه باش في الاخر حنايا
يعني ما نوصلوش لهذه النتيجه اللي كنقولوا اما الاولين اما على كل حال نكونوا في مراتب متقدمه. انا غنقول لكم واحد القضيه، هذا الشيء هذا مرتبط بالمغاربه. اسمحوا لي المغاربه، تحملوا مسؤوليتكم. حنا كنديروا جهدنا، راكم عارفيننا. واش هذه المده كلها باقي ما عرفتوش عبد الله مكيران، باقي ما عرفتوش سيدي الازهري، ما عرفتوش سي عبد الله والو، باقي ما عرفتوش هذا الشعب كامل من الشباب الذي جاء واللي كيتدخل ملي حتى واحد ما تيبغي يتدخل. وريوني شكون اللي بغى يتدخل في 2011 ويوقف وجه تيار اللي ماشي كان خايب ولكن كان ممكن ان يشعل البلد. وريوني شكون اللي تدخل غير مؤخرا في القضيه ديال جن زاد. وريوني، قولوا لي شكون هذا الزعيم السياسي ولا هذا البطل، فهمتي، ولا اللي جاو تكلم مع الناس وطلب منهم يديروا عقلهم ويراعيوا وكذا. قولوا لي نعرف. من بعد مشاو كيتحاوروا مع مجموعات اخرى الى اخره. ما جاوش يتحاوروا معنا حنايا، كون جاو يتحاوروا معنا نتحاوروا معاهم. مشاو كيتحاوروا مع مجموعات اخرى، فهمتيني، لا خليناهم. ولكن اش غيديروا هما وديك المجموعات الاخرى؟ خص تكون قاد دير شي حاجه. ما كافيش تهضر، راه يمكن تهضر تقول حوايج زوينين، ولكن انت الا بغيتي تكون راجل حقيقي دير حزب سياسي بحال هذا ودخل المعركه وتحمل المسؤوليه. غتقول لي غيديوني للحبس. راه الحبس ملي كنا في الحبس كانوا كيقولوا لنا الحبس كيمشيو غير الرجال، غير اجي تمشي للحبس. شكون اللي دافيك يعطيك حتى تصرفيقه؟ انت كتبلبل تما اما من الداخل اما من الخارج. بل 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 بل. المغاربه باغيين بلادهم، باغيين دينهم، باغيين الملك ديالهم. قدرتي في هذا الاطار دير شي حاجه تنفع بها البلاد ولا تنفع بها الدوله ولا تنفع بها الشعب ولا المجتمع، افعل. ما قدرتيش هنينا الله يرحم باك، راك تي فو ريان، تي فو ان زيرو كوب صافي. لو كان كنتي غتقضي انت شي فايده كون قضاوها شحال من واحد سبقوك، شحال من تيار سياسي وشحال من زعيم سياسي وشحال. في الاخر الناس كيرجعوا لعقلهم وتيجيو تيتصالحوا وكذا الى اخره، فهمتيني. لا، وطبعا المؤسسه الملكيه الحمد لله يعني شريفه وعاقله وكذا الى اخره. اذا انا كنقول لكم هذا الشيء مسؤوليتكم انتم المغاربه. ما بغيتيوناش الله يصبحكم على خير. بالمقابل كاينه شي حاجه ما نسمح لكمش فيها، خاصكم vous devez insister، تنقولها هكذا بصراحه ووضوح بالفرنسيه، باش تكون يعني حمله اخرى ديال التسجيل في الانتخابات. وكنظن ان السيد وزير الداخليه، شنو قلت انا؟ تسجيل اللوائح الانتخابيه. كنظن ان السيد وزير الداخليه الذي يبدي تفهما الى حد الان في هذا المجال، كنظن انه غادي في هذا الاتجاه، وهذا شيء جيد. سيروا تسجلوا انتم اللي ما مسجلينش. ملي تسجلوا نهار التصويت سيروا صوتوا، ما تصوتوش على العداله والتنميه المجهول، صوتوا على اللي بغيتيو. ولكن خصكم تصوتوا، اختاروا انتم اللي اخترتوا الاحرار. ما تقولوش لي التزوير ولا شي حاجه، لا، قد يكون، ولكن داك الشيء اللي كان في حدود من الناس اللي صوتوا على الاحرار ها هما تيشوفوا النتيجه. فاليوم عرفوا راسكم على من غادي تصوتوا. وهذاك الشيء غتقولوا لي واحد القضيه، ولكن دابا هذه الاحزاب السياسيه كلها ما عندهاش سميتو. شوف، في المغرب كاينه واحد الديمقراطيه خاصه به. صحيح الملكيه عندها دور كبير، الملك عنده دور كبير، هو اللي كيترأس الهيئات كلها، ولكن ماشي كيتدخل في كل صغيره وكبيره. كاين ما يدار. على الاقل تجي تتكلم مع الناس بصراحه وبوضوح. الحاجه اللي قدرتي ديرها مبارك مسعود اللي ما قدرتيش ديرها فهمتي، ولا تقدر تجي عند الناس تقولها. حنايا تيقولوا لنا علاش اللي ما درتيوش الاجراءات باش ما يوقعش تواطؤ بين اصحاب المحروقات. واش انا كنعرف الغيب؟ ولكن دابا المشكل ديال المحروقات ولا مشكل شعبي بينهم وبين الشعب وبينهم، وتعرف وتفضح وكذا الى اخره. هي القضيه هي غاديه يعني الشد وجد وكذا الى اخره. ومجلس المنافسه حكم عليهم باش يخلصوا 9 ديال المليار ديال الدرهم، حكم عليهم باش يخلصوا 9 ديال المليار ديال الدرهم. وقعت تدخلات، مفهوم. هو هذا المغرب. كتفهموا المغرب ولا ما كتفهموش؟ ما كنتي قاد باش تجي تدخل في هذا المغرب. وحنايا النهار الاول شنو قالوا لنا الاخوان ديالنا؟ ما بغاوش يدخلوا السياسه نهائيا في 88 فاش طرحنا الموضوع. قال لك غيزوروا علينا، قلنا لهم لا، ان نشارك ويزور علينا خير من ان لا نشارك ولا يزور علينا. ودخلنا واستطعنا والنهار الاول كنا كناملوا نجيبوا مقعد واحد. النهار الاول حيدنا من فم بالسبعه ديال المقاعد، 9 ديال المقاعد، وما كملت المرحله حتى وصلنا ل 14 ودزنا ل 42 دزنا ل 46
ودزنا ل 107 ودزنا ل 125 وعاود طحنا ل 13. السياسه هي هذه، ولكن العداله والتنميه سيستمر ان شاء الله الرحمن الرحيم. ماشي غيتسنى حتى يقادوا ليه. اسمحوا لي غنعاود لكم واحد النكته عاودتها لكم 70,000 مليون مره، غير باش نكمل الكلام ديالي بشي حاجه حلوه بحال فهمتيني ولا لا؟ يعني هذاك جحا قال لك دخل الحمام وبدا كيغني وعجبو الصوت ديالو. كتعرفوا الصوت في الحمام تيكون عنده شي صدى خاص. قال لك هو يخرج، قال للجماعه، قال لهم انا اللي غنودن لكم، راه عندي واحد الصوت رائع. قال له تفضل. طلع ودن بواحد الصوت شنيع، هود. قالوا له اش هذا الشيء جحا؟ قال لهم بنيوا لي حمام فوق الصنعاء وتشوفوا الاذان كي داير. اللي باغي يخدم البلاد خصو يدخل يخدمها تلكلي. اللي بغى يدير ثوره يديرها الساده المحترمين، انا ما عندي مانع يمشي يدير ثوره ويغير النظام ويدير الديمقراطيه ويدير العداله ويدير هذيك الكلمات كلهم، ويشوف ديك الساعه المغاربه اش غيديروا معاه. واش بغيتي هو الاخوان يجيبوا لكم هذا الشيء سوغ ان بلاطو دارجون؟ والله جابوه لكم سوغ ان بلاطو دارجون، ولا كان ذاك البلاطو الا مقلوب عليكم نتوما الاولين. فهمتموني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.